ونكمل معاكم في سلسلة الرد على المتابعين. وهنا ريم بتقول نفس الحماس يرجع زي اول مرة، صحيح كنا بوتات بس كنا مستمتعين باللعبة. انا مقدر والله يا جماعة ان انتوا بتحبوا اللعبة ايام زمان، بس تقريبا انا الوحيد اللي ما نفسيش زمان ده يرجع. وتعالى اقول لكم ليه. زمان اول ما حملت اللعبة باسبوعين 3 كده ما كنتش بلعبها كتير عشان كنت بمل يعني من العشوائي ومن الناس اللي انا ما اعرفهاش، وما كنتش بحب اصلا العب لوحدي. ففي واحد الله لا يسامحه عرفني التجنيد وعرفني ازاي اخش مع ناس عشوائية واكون تيم يعني من خلال الشات او يا اما التجنيد ده يعني. فالمهم لقيت تيم 2 فبعت لهم، فدخلت لقيت ولد وبنت. المهم اتعرفنا على بعض ودخلنا نلعب وانا اتصاحبت على الواد جامد، واكتشفت بعد كده ان البنت دي حبيبته. فالمهم عدى يومين واتفاجئ ان الاتنين اتخانقوا مع بعض ومش عايزين يلعبوا. فدخلت مع صاحبي عشان افهم ايه اللي حصل، وطلب مني ان انا اصالحهم على بعض. على طول رحت داخل مع البنت وقعدت بقى اقول لها ده سوء تفاهم وشيطان دخل بينكم واللي بينكم اكبر من كده ومش عارف ايه، وقلت لها ان هو عايز يصالحها. فقالت لي خلاص تمام ماشي دخله معانا. الولد دخل من هنا كلمتين حلوين منه على كلمتين حلوين منها، واذ فجأة كشاف ينزل على عيني الاقي بنت اللذينه بعد ما صالحتهم على بعض الاقيها بتقول له طلعه من السكواد عشان نلعب دو انا وانت، ومش مثلا تكتبها له شات، لا دي بتقولها له كده صريحه في وشي. فقلت لنفسي لا ياض يا ابراهيم معلش صاحبك لا يمكن يعمل حاجه زي كده، وكمان ده انت لسه مصالحهم على بعض مفيش دقيقتين. الاقيه بكل برود بيقول لي معلش كده يا ابراهيم بس شويه كده وانا ابعت لك. شويه وهتبعتولي؟ اهو حرفيا ده كان رد فعلي. ماشي يا محمد عبعاه احلى بلوك يا ولادي. ومن ساعتها وانا عندي تروما من التجنيد، وبقيت ما بدخلش غير عشوائي لحد ما ربنا كرمني ووصلت صفحتي للرقم ده. ويوم بقى ما بحب العب عشوائي اطلع بقى مع متابعين اعمل تيم كود وبس كده. ومن ساعتها اي حد يقول لي اللعبه ايام زمان اقول له اسكت بلا زمان بلا زومن، وبس كده يا سيدي.